ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير يا رب. النهارده بقى هنعمل وصفة لذيذة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده، هنعمل صينية بطاطس بالكفتة او كفتة بالبطاطس على حسب ما انتوا بتحبوا يعني. المهم المضمون. اول حاجة عايزين نص كيلو من اللحمة المفرومة، وطبعا على حسب احتياجك انتي او على حسب افراد الاسره يعني. احنا هنا هنعمل نص كيلو من اللحمه المفرومه، عليها كمان بصله مفرومه برضو، وتوابل بقى ملح وفلفل وبهارات ماشي، وجوز الطيب وقرفه، بيخلوا ريحه كده حلوه قوي للكفته، وهي كانت طعمه ولذيذه وتحفه جدا. وطبعا هنخلط ده كله مع بعضه وهنصبحها كده في الصينيه زي ما انتم شايفين كده، او مثلا ممكن تعملوها يعني كور صغيره. الحجم ده في ايدك انت يعني. وهنعمل بقى تحتها كده، هنخرط كده بطاطستين كبار، نحطهم كده في الصينيه ونحط عليهم بقى الكفته، وهنملح برضو البطاطس بالملح والفلفل، وهنحطهم بقى على نار عاليه. وبعدين هنوطي بالتدريج. ليه بقى؟ علشان الكفتة تنزل ايه المية اللي فيها، مش المية الإدام، تنزل الإدام اللي فيها ده، بحيث ان هي ايه تستوي فيه. وبعدين بنوطي بالتدريج بقى عشان الإدام اللي تنزله ده بترجع ايه تشربه تاني. وبعد ما تخلص بقى هنحط في الفرن على طول، تتشمع كده 10 دقايق على الشواية، تتشمع بس تاخد لون. وقدموها بقى بألف هنا وشفا. بتتقدم بقى جنبها، ممكن تاكلوها بالعيش والطحينة، تعملوا جنبها زي ما انا ما عملت كده رز ابيض بالشعرية كده، وتعملوا سلطة بتبقى لذيذة وطعمة وحلوة قوي.